يعني دكتور مختار غباشي تطرق إلى دور واشنطن. ما دور واشنطن في هذا التنافس، وأيضا تأثير دور واشنطن على وضع القضية الكردية في سوريا؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تهدئ الملف الآن، تحدث نوع من التقارب بين تركيا وإسرائيل، لكن أنا أعتقد أنه يعني الملف أكبر من مثل هذه المحاولات، إلى جانب أنه هناك انحياز أمريكي واضح لإسرائيل. لا يغر المرء موقف توم باراك، لأنه أمريكا دائما تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فهذا يعني يفسر بأنه أمريكا موافقة على ما تقوم به إسرائيل من ضرب نقاط إسناد ونقاط تهيئة تركيا في سوريا. أنا أعتقد أنه الآن القضية الكردية يعني تمر بمرحلة فاصلة في تركيا، وإن كنا يعني غير موافقين على كل الخطوات التي حصلت ونعتبرها قاصرة ونعتبرها يعني ليست بحجم قضية كبيرة مثل القضية الكردية، والحركة الكردية نفسها تقول مثل هذا الكلام، لكن كبداية هي بداية جيدة. هناك الآن مرحلة نضال سياسي، مرحلة أن يعني يتطور الكرد وأن يتقدموا في المضمار السياسي، يحصلوا على أصوات أكثر، يكونوا ربما ثاني أكبر كتلة في البرلمان التركي، لأنهم الآن يعني كل مساحة كردستان في تركيا تحت أيدي حزب المساواة والديمقراطية الشعوب. هناك أكثر من 15 ولاية يعني يديرها هذا الحزب، ويمتلك ثالث أكبر كتلة في البرلمان التركي. في المرحلة القادمة إذا رفعت تركيا القيود عن التمظهر الثقافي والإرادة السياسية الكردية، أنا أعتقد أن الكرد سيحققون أشواط كبيرة جدا وحقوق أكثر وأكثر. نعم. يعني أهم بكثير من النضال العسكري. يمكن تحقيق إنجازات كبيرة في المضمار السياسي أهم بكثير مما يعني كان يتحقق في المضمار العسكري، وكان هناك انسداد من الجانب الكردي ومن جانب الدولة التركية. طبعا كان في معادلة صفرية الكل يعلم ذلك. في سوريا استمعنا إلى حديث الجنرال مظلوم عبدي، ربما اكتملت أغلب يعني مراحل الاتفاقية في يعني 29 يناير. أنا أعتقد أيضا إدماج الكرد في الدولة السورية، وأن يتبوأوا منصبهم وأن يتبوأوا مسؤولياتهم في دمشق، أن يتم اعتراف دستوري بالكرد. هذا أيضا ملف كبير وإنجاز كبير جدا. الاندماج لا يعني أن يعني تتخلى عن هويتك، الاندماج يعني أن تنضم إلى الدولة وتشارك في عواصم القرار بهويتك